صحراء النقب دي بقى زي ما انتوا كده عارفين ان هي اهم اجزاء اسراتيل واخطرها. ليه؟ في اشتباكات مع مهربين في صحراء النقب اللي هي قريبه قوي كده من مفاعل ديمون النووي، ولا مؤاخذه. الخبر ان الجيش الاسراتيني يشتبك مع مهربين وتسللوا لصحراء النقب، تضارب في الاخبار المعلنه من الجيش الاسراتيني. اخبار بقى عن عربيه مهربين مسرعه دهست ضابط وجنود ولا مؤاخذه، ولا اخبار عن خسائر مهربين. وبعدين السلاطين ترجع لك تاني تقول لك ايه؟ اشتباكات تمت بين مهربين في صحراء النقب، ومصر مبتسمة بس من غير تعليق. ومفيش اي تعليق رسمي بان لا يوجد اي اشتباكات على الحدود المصرية مع القوات المصرية، وده اللي اعلنه بالفعل قوات حرس الحدود المصرية. طب والمهربين دول يا اسراتين حصل فيهم ايه؟ صمت، بلاك اوت، غموض. الاستهداف مستمر والخسائر يا ولده متواصلة. ده فين؟ بقلب إسراتين وأفريقيا. الجيش الإسراتيني وإسرائيل بنفسها بيتحفظوا على إعلان خسائرهم في إريتريا، بلد الأفريقية الجميل اللي كلنا عارفينه. استهداف مجهول لأكبر قاعدة إسرائيلية في الخارج في إريتريا. الأخبار اللي أنا بجيبها لكم دي حصر يا ملح الأرض، لأن أنتوا إخواتي وحبايبي وأصحابي، ومحبش أخبي عنكم أي حاجة، وأحب دايما تكونوا في الصورة. تم قصف واستهداف كثيف ومباشر غير معلوم حتى الآن، ولم تعلن أي جهة عنه، وهو خد عندك استهداف أرخبيل دهلك دي في أرتريا ولا مؤاخذة. تم استهداف مركز المراقبة والاستخبارات الإسراتيني بأعلى قمة جبل إمباسوير بعدة صواريخ كثيفة التدمير غير معلومة وسيلة إطلاقها. يعني مش عارفين إيه هي وسيلة إطلاقها، ويرجح إنها تمت من غواصة في المياه العميقة، وتسبب القذف الكثيف في تدمير المركز بالكامل وغرفة تحصينه. وغير معلوم حجم الخسائر البشرية حتى هذه الساعة. ده كمان بعد القصف وتدمير قوات النجدة اللي هرعت للموقع بعدة طائرات إسرائيلية، وعدم مشاهدة إقلاع أي منها بعد القصف. يعني كلهم في الباي باي. متسللين يرجح ان تم نقلهم بحريا، ويداهموا القاعدة الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية بجز ديسي ودهول وشومي. مش هتلاقوا الأخبار دي في أي مكان تاني. تواكب الكلام ده بقى مع مشاهدة الإنجازات وألسنة اللهب، غارات وصواريخ شديدة التدمير مرجح إطلاقها بحريا وجويا، وتم تأكيد التدمير الهائل بالطائرات والقاعدة الجوية الإسرائيلية. أما بالنسبة لنا احنا كمصر فالمهربين أحب أطمنكم الحمد لله بألف خير وبأمان. قلنا كتير محدش يجرب مصر، ودائما أبدا تلجأ الدول لعمليات مشاغلة كده خطيرة لأهداف خطيرة، لإرسال بعض الرسائل كده الواضحة. يعني أنت بتبعت كده إيه؟ بتدحرج المسا بلغتنا إحنا كملح الأرض، وبنقول لك إحنا هنا وفي متناول إيدينا أي حد. طبعا بيتردد عالميا من حين لآخر كده تواجد قاعدة مصرية هائلة بجزيرة نور بإرتريا برضه، ومعروف إن جزيرة نور تشبه الهلال وبتحيط بثلاث جزر إسرائيلية، ولم يشاهد أي نشاط في جزيرة نور أو حولها. ومصر دائما وأبدا لا تعلق على هذه الأخبار، وإحنا بننتظر وهم بينتظروا معانا، ونشوف إلى أي مدى هتتخرس إسرائيل عن خيبتها التقيلة. خاصة الأيام اللي جاية بقى يا ولدان، الأيام اللي جاية بقى هتشوف أيام سودة يا إسرائيل. متوقع كده استهدافها مباشر في كل شبر في افريقيا. وتسلم اشباح الرعب والمجهولة التي اصبحت برية وبحرية وجوية. وحتى هذه اللحظة وانا بتكلم معاكم ما هدتش ألسنة اللهب وغير معلوم الجهات المجهولة اللي شنت هذا الهجوم الخاطف الهائل،
ومعروف ان القاعدة الاستراتينية في ارخبيل دهلك هي اللي بتتغنى بيها اثيوبيا ولا مؤاخذة، ومعولة عليها من زمان قوي، من زيارة نتنياهو للبرلمان الاثيوبي، وبيتباهى ببي احمد لدعمه في اي صراع بشكل فوري. الصين بقى على الناحية التانية من الكوكب خصصت 80% من استثماراتها في افريقيا لمصر، وروسيا مع مصر والخليج والاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي بيخطب ود مصر من معبر رفح زي ما احنا شفنا امبارح. وذكرنا بدقة في التقارير السابقة، لو انتوا فاكرين، من شهر كده ضخ الصين استثمارات هائلة في مصر سابقا، وحاليا لتحاول الصين حجز مكانها في الاستثمارات داخل مصر لتخص الصين مصر بنسبة 80% من إجمالي استثماراتها في أفريقيا. ومش هنتكلم بقى تفصيليا عن مشاريع هامة ونقل تكنولوجيا لمصر، وكل اللي هنقدر نقوله حاليا إن هيكون عند مصر إنترنت مصري ليس له علاقة بشبكة الإنترنت بتاع الدكهم. وزير الخارجية المصري مع رئيس الإمارات ثم وزير الخارجية الروسي من الخليج مؤيدا لمصر. وطبعا كنا اتكلمنا عن روسيا ومصر والصين في إفريقيا تفصيليا. مصر بعون الله ستصبح نقطة ومركز توزيع رئيسي للإنترنت لإفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، وبكرة تشوف. وفي كوكب تحيا مصر، بوريل مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيقول تأييدا لمصر من معبر رفح ورسائل من الاتحاد الأوروبي لسرعة الدخول في معركة الاستثمارات العالمية بمصر خلال هذا العام. دول الخليج تواصل الاصطفاف طبقا للرؤية المصرية، وذكرنا طبعا قبل كده تدفق استثمارات سعودية وكويتية كبيرة جدا سيتم وتوالى الإعلان عنها. وعلى الكوكب الآخر من الناحية التانية من العالم، تركيا بتدعم بأقصى قوة مصر بعد زيارة القائد عبد الفتاح السيسي القوي الأمين لتركيا. والله إردو ده راجل يعني مش عارف، احنا مش عارفين ازاي قادر يعيش وسط شعبه. الراجل ده بيمدح مصر كتير قوي 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 اليومين دول، وبيمدح القائد بالشكل ده بعد 10 سنين هجوم، ويصحى يقوم ينام السيسي انقلابي السيسي انقلابي السيسي انقلابي. طب وبعدين؟ لا، بإذن الله القادم أفضل والصلح خير. ورغم المأساة اللي في غزة، بالفعل إسرائيل وجيشها وأجهزتها وحتى الدول الغربية اللي بتدعمها في معاناة هائلة والله العظيم، زي ما بقول لك كده. أما عن النتن ياهو بقى، ده بيجر الجميع. إسرائيل حكومة واقتصاد وجيش وشعب بيوديهم في داهية ولا مؤاخذة. بإذن الله ربنا هيزيدهم ضعف وهوان وخراب ودمار وانقسام الفترة اللي جاية، وبكرة تشوف. النتن حاليا حرفيا كده بيجرجر كل الدول اللي بتعاونه نحو الهوية، واخد الزحليقة ونازل عالميا. ده مش كده وبس، ده جعل الجميع يسارعون بإعلان رفضهم لإسرائيل، وبشكل نادر ما حصلش قبل كده، حتى ما حصلش من إخوان صهيون في بريطانيا. وبإذن الله بفضل الله ثم قائدنا القوي الأمين مصر، ما تخافوش على مصر. مصر المحروسة بإذن الله، والقادم أفضل في كل خطواتها. دولة وقائد وشعب حفظ الله خير أجناد الأرض القوي الأمين. ونلتقي إن شاء الله في نشرة جديدة من نشرة ملح الأرض.